تخيل تكون طفل صغير ومحدش متوقع منك أي حاجة كبيرة، بس في يوم تفاجئ العالم بحركة بسيطة تغير حياة الملايين. دي قصة لويس برايل، الطفل اللي اختراعه فضل عايش لحد النهاردة. لويس اتولد 1809 في فرنسا. حياته كانت عادية جدا لحد ما حصلت الكارثة. وهو عنده 3 سنين كان بيلعب في ورشة باباه، لكن إصابة بسيطة في عينه خلت نظره يضعف، وبعد شوية فقد بصره تماما. رغم إنه كان كفيف، لويس أصر يتعلم ودخل مدرسة للمكفوفين في باريس، وهناك اكتشف إن الكتب كانت ضخمة وصعبة القراية. والوضع ده خلى لويس يسأل نفسه ليه مفيش طريقة أسهل. وسنة 1824 قرر لويس يجرب طريقة جديدة، واستخدم نظام سري كان الجيش الفرنسي بيستخدمه، وعدل عليه لحد ما ابتكر نظام برايل، نقط بارزة على ورق أي كفيف يقدر يلمسها ويقراها بسهولة. وزي أي اختراع جديد، نظام برايل في الأول ما كانش سهل يتقبله الناس، بس لويس ما استسلمش، فضل ينشر فكرته وسط الطلاب والمدارس لحد ما بقت النهاردة النظام العالمي للمكفوفين. اختراع بسيط بس قدر يفتح أبواب العالم قدام ملايين من الناس. لويس برايل كان طفل لكن عنده حلم، والحلم ده غير العالم.